السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله الكل بخير. طبعا راجعت لكم من بعد غياب كلش قوي بسبب صار وياي ظرف صحي، إنه جتني عين كلش قوية من ناس، وخلتني أكره القناة والتصوير والبيت وكل شي بالحياة بصراحة. يعني حتى من أريد أصور لكم، حتى لو عندي مجال مالي واهس. فإن شاء الله بحيل الله إنه راجعت لكم وبقوة، وجابت لكم فيديو كلكم راح تحبوه، اللي هو منتجات جربتها بذيك الفترة. طبعا هنا جيت أركب أظافر أول شي وما صارن، وبس الصمغ صار بأظافري وصار منظرهن مو حلو، والصبغ لياص أسود على الصمغ لزق. فلا تهتمون وماكلة رمان فإيديا صايرة هيجي. أوكي، نجي أول شي جربوا التنت اللي هو مال هيفاء حسوني، الإعلان سوت عليه اللي هو يو بيو. طبعا لونه أورنج، بس راح أقولكم شنو حبيت بيه وشنو ما حبيته بصراحة. الفيديو انقطع قبل شوية وحكيت وصلت لهنا، فتشوفون التنت على إيدي بعده. من أخليه على إيدي هو يصير هو أورنج، يصير على وردي. هذا الشي ما حبيته. الشي اللي حبيته إنه ما يفطر شفة وما يطقع. أوكي، نجي للمنتج الثاني اللي هي هاي المسكارة، سعرها 4، موجودة بالكوزمتيك إيفر بيوتي. اخذولها سكرين وجيبوها، عمركم خسارة والله. تسوي رموش عبالك صناعية وكلش تنطي كثافة. أوكي، جبت هاي الفيتامينات اللي هي الأوميجا، فيتامين إي للعظام وللقلب وللشعر وللبشرة، وتنطي طاقة اللي عندهم دوخة. كلش تفيد، أنصحكم بيها، وشوفوا فوائدها بعد هواي تلقوها بالجوجل. هاي ذني اثنيناتن فيتامينات، اثنيناتن من A إلى Z، يعني مجموعة فيتامينات من A إلى Z، بس شنو الشركات مختلفة. يعني تعوض الفيتامينات اللي ناقصة بالجسم من فيتامين A إلى Z. هذا الكريم بالصدفة شفته بالفيس وقلت أجيبه، يجنن، يصفي البشرة من الكلف والنمش والتصبغات، وسعره 1500، وموجود بالكوزمتيك ويجنن بنات. باو ما كلته أكل من بقي. هسه نجي إلى هاي، طبعا مسويت لكم فيديو كامل عليها، اللي هي عجينة بياض الثلج المغربي. شوفوا بنات مخلصتها، تنشف دهون الوجه، تبيض، تصفي الكلف، توخره. بس جيبوا الأصلية اللي هي صناعتها تكون هندية. أوكي، عجينة بياض الثلج المغربي. هذا جبته للوجه وللجسم، كميته كلش كبيرة وب4000 أو 5 بنات، يعني تقريبا كيلو، ويظل وياكم 5 سنوات. يجنن يجنن، حتى ريحته قهوة، كريمي يصير، يعني مقشر مالته كريمي. هاي كريم بنت العرب، طبعا جبته قلت خلي أجربه، هواي يحجون إنه زين وكذا. جبته بس بصراحة ما حبيته، يعني يليص على الوجه وريحته ما حبيتها. شوفوا، فمستخدمة شوية من عنده. أوكي، هسه نجي لهذا المقشر الرهيب بنات. هذا المقشر جبته وبعدني ما مستخدمته، بس شفت هواية يعني إعلانات عليه ونشر عليه قوي، اللي هو بالقهوة. جبته على مود وجهي، لأن ذاك قلت أخليه للجسم وهذا للوجه. شوفوا بنات، يعني اللي تعرف تقولي إنه هذا من فتحته يكون يعني ترابي زين. هذا شوفوا، يعني ريحته قهوة وهو ترابي، يعني أخليه بالدلة وأشربه وأصير حلوة. أنا هيك يعني فكرت، فأنتوا نصحوني. يعني ريحته قهوة وهو ترابي، يعني شلون طريقته، بس ريحته تجنن. وهو شفت عليه دعايات، بس هو مكتوب عليه سكراب، يعني معقولة ينشرب؟ ما أتوقع. أوكي، أما هذا غني عن التعريف، اللي هو كلين كلير، كلين للبشرة، مشرقة لبشرة جميلة موحدة اللون وأكثر إشراقا، خالي من الزيوت. هذا يجنن، يعني يوخر الكلف النمش. تستخدموه واقي خصوصا بالشتاء، لأن SPF 12، يعني يفيد الشمس الشتاء،
وتخلوه بالبيت أو من تطلعون تخلوه. إذا تحبون تحطون أساس خلوه قبل الأساس ينشف وبعدين استخدموا أساس. أحبكم، شجعوني بلايك حتى أرجع بقوة إن شاء الله، واستمر وياكم بالنشر. أحبكم وباي باي.